مالك؟ خليني نحكيك وجمعة يا ام سلطان يعني خلينا نتكلم في موضوع جدي يعني، لاني انا عندي نيه صادقه يعني وصافيه اتجاهك واتجاه بنتك فيات. أنا ثانك يو فيات. أهم إشي لو بدك تيجي أمريكا وتعمل لك فيزا، بس ما تسكنها في أمريكا، لأنه إحنا بدنا بلد عربي يكون في مين يساعد. أمريكا ما في حدا يساعد. ثانك يو فيات. أنا بنتي هالكان أنا راح نسكنها بالجزائر. راح نسكنها بالجزائر. أنا إلي ولاد عم 2 بالجزائر بدرسوا في الجامعة. أنا إلي ولاد عم 2 ماخذين جزائريات وبدرسوا في الجامعة في الجزائر. واحد منهم اسمه يعني واصل مدام فاميلتك راهم هنا مبطل انا. وش اسمه، وعندي ابن اختي برضه متجوز جزائريه. هذا مدام فاميلتك هنا شكيت مبطل دروك نصيبوا مصايش يتنوم عليا ولا. ليش يعني مش حتزبط؟ لانه في لي قرايب هناك. لا اسمعيني جيدا، عندهم بيوت وعندهم سيارات، وبس ما يكتبوا باسميهم لانهم الجنسيه اردنيه، ما يكتب باسم مرته. اسمع انا عندي شركه، شركتان، وانا يعني مدير يعني في هذه الشركه. طيب ايش تبيع الشركه؟ ايش بتبيع؟ ودكتور التحميص، شركه التحميص. ايش يعني التحميص؟ التحميص والتمليس. ثانك يو، حيك اماني. يا زلمه ايش حجار ولا فستق؟ فستق يعني والتمليس يعني الطواجين والامور هذه يعني. طب والله وانا مدير في هذه الشركه، انا المشرف عنها، انا المسير. وكمان انا عندي شهاده دكتوراه في الطب العام. بالله عليك. الحمد لله. وكمان متخرج من جامعه في استراليا يعني في الزراعه، يعني انا باحث في الزراعه والاعشاب. لو تدخلي في العلم بنتي اسمعي ايه ادخلي الان ولا نعطيك يعني العنوان. ادخلي في المغوفل واكتبي مجمع الدهزاوي الطبيب المختص وتشوفي بعينك يعني. خلينا نروح اجيب شو اسمه، اروح اجيب الايباد تبعتي يما اشوفك. والله روح ادخلي في الجوجل ذوك تلقيها هناك في الانسان المتعلم. انا متعلم، مستوايا انا المستوى العلمي الحمد لله وما شاء الله.